هننش الحمام ونفتح للحمام مع بعض بعد حبس اسبوع تقريبا او 6 ايام تقريبا، ما طرش ولا شاف جو ولا حاجه. فهنفتح للحمام دلوقتي مع بعض كده ونشوف اللي هيطلع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. حبايبنا متابعينا مشتركينا، يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده وسلام. طبعا زي ما انتم شايفين كده الحمام اهوت محبوس، الحمام المقصوص طبعا، وفتحنا على الحمام اهو. نفتح كده مع بعض وحلقه جميله كده. بقالنا اسبوع تقريبا الحمام محبوس، ما طرش ولا تنش ولا شاف جو ولا اي حاجه. فتحنا للحمام اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وهنتكلم النهارده مع بعض في هجر البيض وهجر الزغاليل الصغيره. الحمام بيسيبها، الحمام الكبير ما بيزققش الزغاليل. وهننش الحمام مع بعض وهنسيب الحمام زي ما انتم شايفين كده محبوس اهوت. الحمام محبوس ما تنشش بقاله اسبوع تقريبا او 6 ايام تقريبا، ما شافش جو ولا طار ولا حاجه. هو طار زي ما انتم شايفين. الجو طبعا تقريبا مغير شويه النهارده. الحمام اللي جوه شايفين يا جماعه ده الحمام اللي هوت الكبير اللي احنا قصينه. الحمام الكبير اللي احنا قصينه طبعا هنسيبه شويه كده، مش هنفتح له. هنسيبه شويه مش هنفتح له دلوقتي. بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا فتحنا على بعض الحمام اهو. هنرجع بس ورا شويه كده، نرجع ورا شويه كده. طبعا الحمام طار، حمام محبوس بقاله اسبوع او 6 ايام تقريبا. طبعا في حمام مطلع وفي حمام راقد على حصى وفي حمام مقصوص كبير، حمام قصينه برضه، وحمام لازقين عليه كرتون وعلشان ما يطرش والكلام ده كله، واتكلمنا عنه في الحلقه اللي فاتت. وهنتكلم النهارده في الحلقه ديت عن هجر البيض وهجر الزغاليل، وازاي الزغاليل طبعا اهاليهم ما بتاكلهمش، والزغاليل ممكن تموت منك، وهقول لك تعمل ايه معاهم. هندردش مع بعض في حلقه نش الحمام وهجر بيض الحمام. والهدف من الفيديو ان انا اوصل لك المعلومه صحيحه بكل بساطه لكل غاوي حمام ولكل مبتدئ، للناس اللي بتتابعنا سواء جوه مصر او بره مصر. طبعا لو انت وصلت لهنا دلوقتي ما تنساش تعمل لنا اللايك، ولو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تشترك في القناه عشان يصلك كل جديد وحصري بفضل الله. طبعا عشاق الحمام الزاجل الاصيل، عشاق الحمام الزاجل علم وفن ونمبر 1، تحياتنا ومتابعينا لكل اخواتنا في كل مكان. وعشاق الحمام سايبين الحمام براحته يا جماعه، ما بنقرش عليه. سايبين الحمام براحته ما بنقرش عليه. حمام جاي اهو بالصلاه على النبي. حمام بقاله اسبوع ما طرش من يوم ما كنا منزلين الفيديو تقريبا زي النهارده كده. فقلنا نفتح على الحمام وننش الحمام مع بعض في قناتنا الحمام الزاجل علم وفن ونمبر 1. تحياتنا لكل متابعينا وكل مشتركينا طبعا، واخواتنا اللي طلبوا مننا ان احنا برضو نصور لهم فيديوهات جديده وفيديوهات حصريه. طبعا احنا فتحنا للحمام اهوت. طبعا فيهم حمام محصي وفي حمام مطلع زغاليل بفضل الله. زي ما انتم شايفين كده. سيب الحمام براحته. عندنا هنا في الكشافه ديت فيها زغاليل، اول مره ندشرهم ونعودهم على المكان برضو. تعالى كده نتفرج مع بعض. جوزين زغاليل اهم بسم الله ما شاء الله. زغاليل لسه بتصاصي. فطمناهم، بدأنا نفطمهم النهارده. قلنا نحطهم في الكشافه برضو وقلنا نوريهم لحبايبنا. دي حاجه كده بسيطه من حمامنا المتواضع بسم الله ما شاء الله، حاجه كده على السريع. هنعمل عنهم حلقه برضو لكل حبايبنا واخواتنا وعشاق الحمام الزاجل علم وفن ونمبر 1. عايزين نفتح بقى على الحمام برضو يطلع، علشان الناس اللي طلبت مننا ان احنا برضو نفتح على الحمام. يا جماعه نسيب الحمام براحته زي ما انتم شايفين كده، مره واثنين وثلاثه و10. سيب الحمام براحته، سيب الحمام. يجي وقت هناخد الحمام هنحطه في القفص اللي فوق ده وهنروح بيه مسافه ونطيره. تمام، علشان بس الناس اللي دايما بتبقى مستعجله في نش الحمام، تستعجلش في نش الحمام. قلتها كذا مره،
متستعجلش في نش الحمام. حمام على الظهر هناك اهو. وهنفتح برضو على دول. في حمام لسه ما طلعش اهو. نفتح بقى على دول كده، نفتح مع بعض. قاعد برضه اهوت على طول من جوه على بره على طول. حمام عاوز يطلع يفك نفسه، حمام عاوز يطلع يفك نفسه. هقول لك بقى على هجر بيض الحمام وهجر الزغاليل، سواء صغيره او لسه بادئه تطلع يعني ريش صغير كده. والحمام بيسيبه لحاجات كتيره قوي، دي اللي بتخلي الحمام يهجر البيض ويسيب الحصى بتاعه وما يكملش رقود عليه والكلام ده كله. طبعا في ناس كتير بتواجه المشاكل ديت ومش عارفه ايه حل المشكله. حلها بسيط وحلها سهل جدا، بس انت حاول دايما انك تشغل دماغك شويه مع الحمام زي ما انا قلت قبل كده. ازاي يا عم محمد؟ قول لنا. دايما بقولها خلي الغيه بتاعتك نظيفه، خلي الغيه بتاعتك نظيفه علشان ما يكونش فيه حشرات ولا فاش ولا دبان اللي هو بتاع الحمام. حم حمامك دايما باستمرار والكلام ده كله. نظافه الغيه بتاعتك اهم حاجه، وهي العامل الاساسي في نجاحك في تربيه الحمام. تمام؟ هدف من الفيديو انا بقولها اهوت برضه لحبايبنا وغوات الحمام، ان احنا هننش الحمام وهنسيب الحمام يطير براحته وتعود الحمام على المكان، عشان اخواتنا المبتدئين اللي عايزين الفيديوهات دي باستمرار علشان حمامهم اللي بيضيع. والمشكله اللي قابلت الغاوي والناس اللي كلمتني عن هجر البيض والحصى بتاع الحمام، وحبيت ان انا اعمل حلقه برضو عنها النهارده. واحنا كنا حابسين الحمام اهوت بقالنا اسبوع تقريبا، وحبيت برضو ان انا اعمل لكم فيديو عن الموضوع دوت علشان اخواتنا وحبايبنا طبعا اللي بيسالوا علينا دايما وعايزين فيديوهات جديده دايما باستمرار. تمام؟ بس يا ريت تكمل الفيديو للاخر لان الفيديو فيه حاجات جميله جدا طبعا لكل غوات الحمام ولكل عشاق الحمام الزاجل علم وفن ونمبر 1. اخواتنا وحبايبنا ومتابعينا في قناتنا المتواضعه طبعا بتكبر بكم وبدعمكم. ما تنساش اللايك وما تبخلش علينا باللايك، اللايك مجاني، اللايك مجاني ما بتدفعش عليه فلوس ولا حاجه، علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من اخواتنا وحبايبنا. هجر البيض، هجر البيض ودي مشكله بتقابل. ده الفرد اهو، ده الفرد اللي احنا لازقين عليه طبعا لزق، كنا عاملينها عنه حلقه برضو الاسبوع اللي فات اهو. لسه زي ما هو برضو، سايبه زي ما هو كده يطلع على السطح ويتمشى على السطح ويكشف ويدشر. وده الحمام المقصوص الكبيره. تمام؟ في حمام بشر وحصه، وفي حمام طلع زغاليل بفضل الله، وفي حمام على وش الشغل دلوقتي. في حمام على وش الشغل دلوقتي. شوف الفرد اللي بتدلع ده. طبعا في ناس عندها حمام بلدي مربيه جنبنا، عاوز ينزل مع الحمام بتاعنا ده بينزل واحنا بنطيره. تمام؟ بينزل واحنا بنطيره. هجر البيض، قول يا عم محمد طولت علينا. اسمع الفيديو للاخر علشان تستفاد وعلشان تتعلم تربيه الحمام الصح، والغاوي المبتدأ يعرف يربي ويفرخ فرد حمام صح. عشتك نظيفه، العشه بتاعتك نظيفه، عندك الاكل محطوط، حبوب متنوعه بانتظام. في حاجه بقى مهمه اللي هي لازم يكون عدد الذكور قد عدد النوتي في قلب الغيه بتاعتك. ركز معايا وصحصح وخلي بالك من الحمامتين اللي طاروا دول، وخلي بالك من الحمامتين اللي طاروا دول. تمام؟ في حد بينا طلع جنبنا على السطح او حاجه فالحمام خاف، علشان كده رفع زي ما انتم شايفين كده. حمام طار، حمام طار اهوت. وفي حمام بلدي من الناس اللي مربيه جنبنا برضو طار مع الحمام اهو. تمام؟ انا بصور الفيديو اهو وفي حد فعلا طلع على السطح او حاجه، طبعا عمال بيقول احنا بنعمل ايه او عمال بيراقبنا، ما تفهمش ما تفهمش الدنيا فيها ايه. بس احنا نكمل الفيديو بتاعنا علشان اخواتنا وحبايبنا يبقى الفيديو كده جميل لغوات الحمام وعشاق الحمام، الناس اللي بتربي حمام في كل مكان. تمام؟ هجر البيض، قلنا نظافه المكان، الحمام بتاعك يكون دايما الكلفه موجوده قدامه، الحمام اللي محصي والحمام اللي مطلع زغاليل ده بقى حاول ان انت تزود له الكلفه،
حاول ان انت تزود له الكلفه. تزود له الكلفه ازاي؟ تزود له العلف والحبوب المتنوعه علشان الحمام ياكل وياخد الطاقه بتاعته ويديها للزغاليل وللحصى اللي هو راقد عليه، سواء بيدفي زغاليل اللبه او راقد على الحصى. طبعا محتاج الحصى دوت محتاج تدفيه. التدفيه ديت بتيجي من الحمام طبعا، النتايه والذكر اللي راقدين على الحصى. تمام. ففي الحاله ديت لو انت ما انتش مأكل الحمام بتاعك حلو، طبعا مش هيرقد على الحصى ولا هيزق اللبه ولا الكلام ده كله. فانت ركز في الحاجات اللي احنا بنقول لك عليها ديت، علشان الحاجات دي لو انت ما عملتهاش الحمام بتاعك برضه هتلاقيه زي ما انت شايف كده هيهجر البيض وزي ما الناس بتشتكي. فاحنا مش عايزين حد يشتكي من الموضوع ده. حمام طاير اهوت. تمام. بس طبعا انا صور لك كده اللي ظاهر معانا دلوقتي، هيلف اللفه بتاعته طاير لوحده. سيبنا الحمام يطير براحته، سواء بقى حد طلع او ما طلعش او خاف او الكلام ده كله. بس انت حاول انت بقدر الامكان ان انت ما تخوفش الحمام بتاعك. حاول بقدر الامكان ان انت ما تخوفش الحمام بتاعك. بسم الله ما شاء الله، حمام طاير منجم هناك اهوت. اما يطير براحته احسن، اما يطير براحته احسن. طبعا بس الجو اللي يمكن مغير شويه. تمام. فالصوره الشمس طلعت اهو، الجو جميل اهوت، ولا مغيم ولا حاجه يا عم محمد. لنا الجو مغيم، الجو حلو اهو. كلفه متنوعه للحمام، كلفه متنوعه للحمام. نظافه المكان، دايما عدد الذكوره والنوت يكون قد بعض علشان الحمام ما يتشكلش مع بعضه ويضرب بعضه ويقعد يتعارك مع بعضه طبعا ويقوم من على الحصى ويخاف. وفي نفس الوقت ممكن يكون الحصى اللي عندك دوت يكون فاضي، حمام زهق من الرقود عليه وقام. فانت في الحاله دي حاول انك تفرز الحصى بتاعك. افرز الحصى بتاعك بعد 5 ايام. افرز الحصى اللي موجود تحت الحمام. طبعا لو انت لسه ما تعرفش تفرز الحصى ازاي وتعرف البيضه المخصبه والبيضه الغير مخصبه، طبعا احنا عاملين فيديو عن الموضوع دوت على القناه بتاعتنا. خش على قوائم التشغيل او في الفيديوهات هتلاقي فيديو جميل جدا احنا منزلينه وبحاجات بسيطه جدا. اسمع الفيديو من البدايه للنهايه، هتلاقي برضه الفيديو دوت بيشرح لك كل حاجه وازاي تعرف البيضه المخصبه والغير مخصبه، علشان ما تخليش الحمام بتاعك راقد على الحصى وياخد وقت طويل وفي نفس الوقت يكون البيض غير مخصب او فاضي بمعنى اصح. تمام. انت كده عرفت هجر البيض. تمام. والحمام ما بيزقش الزغاليل اللبه ولا الزغاليل بتاعتك من الحاجات اللي انا بقول لك عليها ديت. وركز وحاول تصحصح معانا كده، علشان اللي انا بقوله لك ده هو اللي بيحصل فعلا وهو اللي موجود في قلب الغيه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. دعواتكم لنا بالبركه طبعا والتوفيق. ده زغلول اهوت. الزغلول ده كان خلع امبارح، كان على الارضيه وخلع امبارح طبعا واتضرب زي ما انتم شايفين كده. طلع من مكانه واتضرب. فقلنا مازن قام حطه في القفص دوت وهو كده. بسم الله ما شاء الله. ده كان هيروح في طيس كده، ده كان هيروح في طيس. من ضمن الحاجات برضه قلت اوريكم الحاجات اللي موجوده عندنا علشان الناس عايزه تشوف برضه على الطبيعه. طبعا في حمام محصي اهوت. طبعا كنا احنا عاملين الفيديو دوت برضه وقلنا عن الحمام اللي حصى والحمام اللي اشتغل، وفي حمام بدأ يشتغل بفضل الله. فانا بقول لك ما تستعجلش، علشان في حاجات كتير الايام ديت احنا بنتكلم عنها وحاجات مهمه جدا في الغيه. حاول انك تخليك مصحصح ومتابع للفيديوهات اللي احنا بننزلها دايما، واسمع اللي انا بقول لك عليه، لان اللي انا بقول لك عليه ده هو اللي هيفيدك وهو اللي هيجيب لك الخلاصه. ما تخشش في اول الفيديو وتجري، لا، اسمع الفيديو للاخر. صدقني هتستفاد وهتفيد غيرك برضو لو انت عملت الحاجات اللي احنا بنقول لك عليها ديت. لان طبعا مفيش حاجه صعبه ولا في حاجه مستحيله، بس حاول تشغل دماغك شويه. حاول تشغل دماغك شويه يا غاوي الحمام. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. في حمام هيشتغل برضه اهوت، في حمام هيشتغل وهيكسر اهو.
ايوه كده، هو ده الموسم بقى، هو ده موسم الحمام وموسم التزاوج وموسم الانتاج والخير كله. الناس اللي بتشتكي ان الحمام مريح، يا جماعه الحمام مريح علشان في حمام لسه قالش، عنده غواه كتير وعند مربيين كتير، فانت ما تستعجلش. انا مش عاوزك تستعجل ودايما تقعد تكبر المواضيع. مفيش حاجه صعبه ولا حاجه، انا بقول لك اهو، انا بقول لك كل ما هو بيحدث في قلب الغيه وفي المجال بتاعنا اللي انا بقول لك عليه، تمام، في تربيه الحمام وغيه الحمام وعشاق الحمام وكل متابعين قناه الحمام الزاجل علم وفن ونمبر 1. طبعا تحياتنا لكل اخواتنا ومتابعينا طبعا في القناه بتاعتنا الجميله المتواضعه وعشاق الحمام ومربيين الطيور بصفه عامه. يلا بقى نطلع بقى كده في الشمس يفكوا نفسهم، نطلع في الشمس يفكوا نفسهم. طبعا اللي راقد على الحصى ده مالناش دعوه بيه، اللي راقد على الحصى ده مالناش دعوه بيه، سيبه. اللي زي ده ما تقوموش، سيبه براحته، ما تقوموش خالص ولا ليك دعوه بيه. نطلع بقى كده يفكوا نفسهم شويه. سيب الزغلول الحلو دوت، مش عايزين نطلعه في الهواء برضه، مفيش شمس وكل حاجه اهوت. الشمس حلوه بقى للحمام زي ما احنا بنقول لك دايما، الشمس حلوه للحمام زي ما احنا بنقول لك دايما باستمرار. الشمس جميله، الشمس حلوه للحمام. اعمل زي ما احنا بنعمل كده، بقول لك اعمل زي ما احنا بنعمل كده، تمام، اعمل زي ما احنا بنعمل كده. سايبين الحمام اهوت، تمام، براحته. سيب الحمام براحته يطلع في الشمس، فك نفسه، جو حلو اهوت. حتى لو الجو غيم ولا حاجه وفي مطر ولا حاجه، الحمام بيحب الحاجات ديت، تمام. فانت اصبر. ده زغلول اهو بيصاصي وحيد، ده وحيد، انا مسمي الزغلول ده وحيد زمانه ده بقى كل علقه تمام امبارح كده، بس عدى منها بسلام، كان هيروح في طيس زي ما احنا قلنا طبعا، عشان الناس اللي موجودين معانا، الناس اللي بيتابعونا طبعا ما بنخبيش عنكم حاجه وبنقول لكم على كل حاجه في قلب الغيه بتاعتنا. طبعا انا بخش قلب الغيه القديمه ديت طبعا زي ما انتم شايفين كده، كتبناها واطيه، بخش قاعد فيها. سيبهم براحتهم كده، سيبهم براحتهم. على الصغير دوت في حمام عايز يجري يخش هناك اهو. هجر الحصى، هجر الحصى وهجر الزغاليل من الحاجات اللي احنا بنقول لك عليها. اكل الحمام بتاعك باستمرار، نظف حمامك ما يكونش فيه فاش ولا فيه اي حاجه، وفي نفس الوقت خلي الغيه بتاعتك نظيفه والدنيا عندك هاديه في قلب الغيه. ما تجريش ورا الحمام ولا تطفش الحمام بتاعك. افتح زي ما احنا فتحنا كده، الحمام محبوس اهوت. الفيديو بتاع النهارده دوت الحمام محبوس بقاله اسبوع تقريبا، وحبينا ان احنا نفتح عليه. محبوس بقاله اسبوع تقريبا او 6 ايام بالظبط من تاريخ ما كنا عاملين الفيديو، برضو في نفس الغيه القديمه بتاعتنا ديت، والحمام ما اتفتحلوش ولا اتنش خالص. فقلنا ننش الحمام ونسيبه اللي يطير يطير، برضو زي ما احنا متعودين وبنقولها اهوت وبنعملها دايما على طول باستمرار. وفي حمام لنا طاير فوق برضو بفضل الله اهوت، تمام. نسيب الحمام براحته، نسيب الحمام براحته، نسيب الحمام براحته، يطلع في الشمس، اللي يطير يطير واللي يجي يجي. بسم الله ما شاء الله. الناس اللي كانت بتسأل برضه على الحمام دي، حمام زاجل يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. عايزك تشوف بنفسك نش الحمام وتطيير الحمام، وانك تسيب الحمام على السطح ده متعة، متعة وحاجة تانية. الناس اللي سألتنا عن هجر البيض والزغاليل، يا جماعة أنا اتكلمت في الموضوع دوت اهوت وبقول لك على اللي فيه. اعلف حمامك أول حاجة، اعلف الحمام بتاعك طبعا، والنظافة، نظافة الحمام ونظافة الغية باستمرار.
عندك يكون الديكور قد النوتي عشان ما يحصلش شجار او اي عركه في قلب الغيه بتاعتك، عشان الحمام طبعا بيجري ورا بعضه ويطفش. لو في كرة كتير بتجري ورا النوتي وتقومهم من على الحصى، تطردهم من على الحصى، والحمام طبعا بيخاف ويهجر البيض. وفي عندك برضو حاجة كمان مهمة جدا، ممكن يكون البيض غير مخصب زي ما احنا قلنا في بداية الفيديو. وبقول لك دايما افرز البيض بتاعك اللي موجود عندك في قلب الغية، افرز الحصى باستمرار بعد 5 ايام او 6 ايام. البيض هتلاقيه لو مخصب هتلاقيه معرق، طبعا ما هواش مخصب طبعا هتلاقيه فاضي. فاحنا منزلين فيديو عن الموضوع دوت، حاول تخش تتفرج على الفيديو من البداية للنهاية، موجود عندنا في الفيديوهات او في قوائم التشغيل. هيعجبك الفيديو برضو، وفي مجموعة فيديوهات حلوة هتعجبك يا غاوي. الكلام ده لاخواتنا المبتدئين واخواتنا غواة الحمام اللي بيتابعونا في كل مكان. اخواتنا تحياتنا، اخواتنا في المملكة العربية السعودية غواة الحمام، وفي العراق وفي المغرب طبعا. وبنرحب بكل اخواتنا في كل مكان، والجزائر وتونس والكويت الامارات فلسطين مصر الحبيبة طبعا. كل متابعينا وكل عشاق الحمام، الناس اللي بتتابعنا سواء جوه مصر او بره مصر. حمام لازم يطلع يفك نفسه في الشمس كده. دايما بنعمل الفيديو ده باستمرار وانا قاعد مع الحمام وفي قلب الغية بتاعتنا، ما بنخبيش عنكم حاجة. كل ما هو جديد وكل ما حاجة بتحصل عندنا في قلب الغية بنقول. ودي طبعا الزغاليل اللي احنا حاطينها في الكشافة، ده فرد جه اهوت. الزغاليل اللي احنا حاطينها في الكشافة دي أول مرة نحطها في الكشافة النهاردة، أول مرة ندشرهم ونحطهم في قلب الكشافة اللي احنا وريناهم لكم طبعا، اللي عند السلم دول تمام، اللي هناك في قلب الكشافة اللي في العشة الكبيرة دي. دي نتاية اهيت، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نتاية زيفة اهيت على وش شغل، نتاية بسم الله ما شاء الله. ودي برضو النتاية اللي احنا طبعا بنسيبها مع الحمام اللي هي عليها، اللي احنا لازقينها ديت جناحتها. اتكلمنا عن الموضوع دوت برضو مهم جدا. لو انت مش عاوز تقص ريش الحمام، لو انت مش عاوز تقص ريش الحمام اعمل زي ما احنا عاملين كده مع الفرد اللي هناك ده. سيب الحمام يطلع كده في الشمس ويدرج، يحدق، يطير، اللي يطير يطير، اللي يجي الكلام ده كله. عندك يوم فاضي اطلع نظف غيتك، نظف المكان بتاعك، طير. شوف الحمام بيسيب البيض ليه، شوف الحصى اللي عندك اللي موجود ده فاضي ولا ملان، شوف الحمام بياكل ولا ما بياكلش. الحمام بتاعك لو جعان وانت مجوعه هيهجر ويسيب البيض. طبعا بتاع الانابيب اشتغل اهوت، جه اهوت. موعودين احنا كل ما نيجي نصور فيديو دايما انا بقولها يا اما حداد يا اما بتاع انابيب يا اما موتوسيكلات. بس هنعمل ايه؟ لازم نعمل الفيديو عشان خاطر حبايبنا، هنعمل ايه يعني؟ غيه وبنحبها طبعا، ولازما نعمل لكم كل ما هو جديد وحصري. والناس اللي بتسالنا على السؤال بنطلع نرد عليه بفيديو وبنقول لك اعمل كذا وكذا. تمام. انابيب وصلت اهي يا جماعه، زي ما انتم شايفين كده الحمام مقصوص اهو، حمام محبوس وما طلعش برضه على السطح. المقصوص ما طلعش على السطح، واللي بتنش ونطيره الحمام اللي احنا حابسينه بقاله اسبوع. فتحنا عليه النهارده علشان ننشه، فتحنا عليه علشان ننش الحمام ونطيره ويفك نفسه ويطلع على السطح، سواء الحمام الكبير او الحمام الشبابيات اللي طاير معانا واللي موجود معانا. في عندنا حمام برضه اهو، انتوا شايفين الحمام اللي على الحصى برضه اهو، قام علشان يطلع برضه كده، يطلع يفك نفسه ويحدق برضه ويرجع يخش تاني يرقد على الحصى اللي موجود في قلب الغيط. خلي بالنا بقى من الحمام الغريب اللي بينزل اليومين دول مع الحمام بتاعنا. في ناس كتير ما بتاكلش من غلو العلف، في ناس كتير يعني. احنا دلوقتي حابسين الحمام بتاعنا بقاله اسبوع ما طيرناهوش، وفتحنا له دلوقتي، وفتحنا للحمام زي ما انتم شايفين كده على السطح. حمام محبوس بقاله اسبوع، وفتحنا عشان ننش الحمام ونطير الحمام والكلام ده كله. فطبعا في حمام غريب موجود حوالين منك، في ناس بيربوا طيور جنب منك وحمام،
وغيات والكلام ده كله، وفيهم ناس كتير ما بتاكلش، سايبين الحمام كده على السطح يروح الاراضي الكلام ده كله. تيجي انت بقى تعلف الحمام بتاعك وتكلفه، تمام، تعلف الحمام وتكلفه، فالحمام يقوم نازل مع الحمام بتاعك. طبعا انت بقى عمال بتنظف وترش الغيه بتاعتك وبتحمل الحمام بتاعك من الدبان والفاش وسوس الريش والكلام ده كله، ومظبط غيتك وتمام التمام، سواء غيه على قد حالك او غيه كبيره او الكلام ده كله. الحمام هناك اهو اللي في الغيه الكبيره بتاعتنا بسم الله ما شاء الله عاوز يطلع، بس طبعا ده محبوس ما بيتفتحلوش. فيجي ياكل مع الحمام اللي موجود عندك، يجي ياكل مع الحمام اللي موجود عندك في قلب الغيه بتاعتك اللي انت تعبان عليها وطلعان، يعني معلش في الكلمه، تغشش في الكلمه، طلعان عينك على الحمامتين اللي انت بتربيهم عشان تطلع حمامتين حلوين وتطلع زغلولين حلوين. تيجي حمامه بقى طبعا غريبه، فيها بقى دبان، فيها فاش، فيها امراض، حامله الامراض، ما تفهمش ايه اللي فيها. تيجي تخش مع الحمام بتاعك تاكل وتشرب كده، يخش لك لا قدر الله مرض في قلب الغيه. فانت حاول من الحاجات دي تركز دايما، ما تخلكش فاتح على الحمام بتاعك باستمرار. عشان كده انا بقول لك الحمام بتاعي ده محبوس بقاله اسبوع او 6 ايام. ليه؟ هتقول لي عشان انت ما انتش فاضي. هقول لك ماشي انا معاك، وفي نفس الوقت انت طول ما انت سايب الحمام بتاعك، طول ما انت سايب الحمام بتاعك عمال على بطال بتفتح له من الصبح لاخر النهار طول الاسبوع، الحمام ده ممكن معرض ان هو يضيع. دي اول حاجه. تاني حاجه ممكن يطلع ياكل حد رشش في الاراضي سم او حاجه، ياكل ويجي لو عندك زغاليل هيزق الزغاليل، يبقى هو هيموت والزغاليل هتموت، يبقى انت كده بتخسره. وفي نفس الوقت الحمام بتاعك هيركن، الحمام بتاعك هيركن. فانت تحاول تظبط مواعيد، حاول تظبط مواعيد. الكلام ده لكل غوات الحمام وكل مربيين الطيور بصفة عامة، سواء حمام زاجل أو حمام بلدي أو أي نوع حمام. هدف من الفيديو توعية الغاوي على النش المظبوط، وإزاي تتعامل مع الحمام وتكشفه وتدشره. الحمام بتاعك بيهجر البيض، فيديو مميز جدا لكل غوات الحمام، كل مربيين الطيور وعشاق الحمام الزاجل الأصيل وغوات الحمام الزاجل علم وفن ونمبر 1. تحياتنا اخواتنا ومتابعينا. الفيديو ده موجه لكل متابعين المحترمين وعشاق الحمام في كل مكان، سواء داخل مصر او خارج مصر، في اي مكان في العالم. حاول تظبط مواعيد لطيران حمامك وللتأكيل وللنش، وما تدنتكش فاتح على حمامك عمال على بطال، علشان الحمام بتاعك ما يضيعش، وفي نفس الوقت الحمام بتاعك ما يدخلوش امراض من طيور غريبه. حمام طالع بالشمس اهوت زي ما انتم شايفين كده. انا بقول لك سيب الحمام في الشمس عشان اللي انت شايفه ده، نظف نفسه، ظبط حاله. زي ما انتم شايفين كده الحمام عنده زغلولين يخش يزقهم، يحدق، اللي يطير يطير، اللي يخش الغيه يخش، زي ما انتم شايفين كده. تيجي بقى بعد كده لو انت عاوز تاخد حمامك في قلب القفص وتنشه من اي مكان، يبقى قلبك جامد. بس انت نصيحتي ليك تاخدش حمامك تنشه دلوقتي خالص خالص خالص، ولا تقرص عليه في الطيران. سيب الحمام بتاعك براحته زي ما انتم شايفين، ينزل يطلع على الظهر، يطلع على السور، يطلع على ظهر الغيه بتاعتك القديمه او الجديده اللي هناك ديت، يا دي يا اللي هناك ديت، تمام. سيبه كده مع نفسه. هدف من الفيديو ان احنا بنوعيك وبنقول لك علشان ما تقعش في الغلط، وفي نفس الوقت تخسر حمامك وتفقد حمامك. وعايزينك تنتج، عايزينك تنتج وتطلع زغاليل في الفترة دي، تنتج وتطلع زغاليل في الفترة ديت. والحاجات اللي هي بتخسرك احنا بننصحك وبنقول لك ما تعملهاش، وما تعملش كذا وما تعملش كذا وما تعملش كذا. زي ما احنا بنقول لك في بداية الفيديو، هجر البيض سببه ايه؟ نش الحمام. علشان الحمام اللي بيركن، ما طول ما انت فاتح على حمامك عمال على بطال وعمال بتخوف في الحمام بتاعك وتكش الحمام بتاعك، وطبعا عمال بتخبط وترزع والكلام ده كله منك، بتزعج الجيران، وفي نفس الوقت بتخوف حمامك يروح يقف على غية تانية او على سطح تاني او الكلام ده كله. انما هو لما يقف على السطح زي ما انت شايف كده، لما يقف على السطح عندك زي ما انت شايف كده وفي مكانك، افضل ما يروح على اي سطح تاني
عليه طيور او عليه اي حمام ممكن يكون حامل لمرض او حاجه، او حمام غريب يجي مع حمامك، تمام، ده برضو مشكله كبيره جدا. طبعا انت ممكن تكون ما انتش واخد بالك من النقطه ديت. حمامك لو سايب على طول عمال على بطال، صدقني هيجي لك حمام في وسط حمامك تعبان، هيمرض الحمام بتاعك وهتعاني من المشكله ديت. فانا مش عايزك تقع في المشكله ديت، وبنصحك وبقول لك اهو وبوعيك في الفيديو ده، وتدشر وتكشف وتنش وتعمل كل حاجه بقوله لك في قلب الفيديو دوت. مش بقسم لك الفيديو لكذا حاجه، لا انا بقول لك كل حاجه في قلب الفيديو، ما ببخلش عليك بالمعلومه الصح، وبقول لك اعمل كذا وكذا وكذا. الحاجات اللي انا قلت لك عليها في بدايه الفيديو، اسمع الفيديو ودقق فيه جدا جدا جدا، كلته معلومات مهمه لتربيه الطيور، تربيه الحمام والعشاق الحمام الزاجل وكل انواع الحمام وكل ما يخص تربيه الحمام عندنا هنا في قناتنا المتواضعه البسيطه اللي بتكبر طبعا بكم وبدعمكم. وطبعا ما تحرمناش طبعا من اللايك الجميل بتاعك والشير للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. في الفرد الحمام عاوز يطير بس انا حابسه طبعا زي ما انتم شايفين كده، مبسطره، يعني هو كده يعتبر محبوس على طول، كده يعتبر محبوس من الطيران، انما مش محبوس طبعا في المكان. سيبهم براحتهم كده. حمام بيستغرب انا عمال بتكلم، عمال لي ايه زي ما انتم شايفين كده، الراجل ده بيقول ايه لازم نعمل الفيديو دوت على طول، ووعدتكم ان انا اعمل الفيديو ده دايما باستمرار بمعلومات وبحاجات جديده، وبوريك اللي بيحصل عندي في قلب الغيه، واوريك الحمام تطلع زغاليل، الزغاليل اللي اتضربت، الزغاليل، الحمام اللي حصى، الحمام اللي انتج، الحمام اللي بيعمل عيش، الكلام ده كله، نظافه المكان. فيديو مهم جدا لكل مربي طيور. حمام اهو شايفين يا جماعه، الحمام لازم يطلع يفك نفسه، لازم يطلع يفك نفسه، في نفس الوقت بيكشف كده، بيكشف الارضيه، بيكشف الارضيه بتاعه المكان وحوالين منك، بياكل، يبص على السطح اللي جنبك، يبص هنا يبص هنا، يعرف السطح بتاعك، يعلم السطح بتاعك، ياخد الامان طبعا على السطح والغيه اللي هو متربي عليها، علشان لما تيجي بعد كده عاوز تطير اللي مقصوص ده تفتح له وانت مطمن. لما تيجي تطير اللي مقصوص دوت تفتح له وانت مطمن، ما تقلقش خالص ان هو هيضيع منك او حاجه. ليه بقى؟ لان انت طبعا دشرته وكشفته واديت له حقه، سواء في تكشيف او يجري على السطح، وفي نفس الوقت انت كده ما بتخسروش، انما انت لما تفتح له على طول وما تدشرش زي ما انا بقول لك كده، ادي زغاليل هناك اهي بدشرها ووريتها لك في الكشافه في بدايه الفيديو، وهنا الحمام الكبير اهوت برضه سيبناه برضه مع الحمام الشبابيات. الحمام اللي مطرش برضه سايبينه زي ما انت شايف كده برضه على السطح، يمشي على السطح يروح ويجي والكلام ده كله تمام. منظفين المكان وزي ما انا اتكلمت في الموضوع ده برضه قبل كده في الفيديو اللي فات، وعندنا الفيديوهات موجوده على القناه برضه، خش اتفرج على الفيديوهات، فيها مجموعه فيديوهات جميله جدا لدشار وتعويد الحمام على المكان ونظافه المكان، وفتحنا على الحمام وعودنا الحمام الكبير والصغير على المكان. والنهارده فيديو ان احنا حابسين الحمام بقاله اسبوع وفتحنا له النهارده مع اخواتنا وغوات الحمام ومربيين الطيور، الناس اللي بتتابعنا في كل مكان. حمام كان محبوس بقاله اسبوع وفتحنا له النهارده، وزي ما انتم شايفين كده برضه، وبنش الحمام وبسيب الحمام براحته، ما بجريش ورا حمام، وبقول لك تعمل الصح وتتعلم من الفيديو. والهدف من الفيديو اللي انا بقول لك اهو برضه للمره المليون، ان انا بوعيك وبوصل لك المعلومه صحيحه علشان ما تضيعش الحمام بتاعك. الكلام ده لاخواتنا المبتدئين اللي هم غاويين نش وغاويين طيران للحمام ومش عايزين يضيعوا حمام من عندهم، عشان الناس اللي بتشتكي من ضياع الحمام وضياع الزغاليل من على اللفت، وبنيجي نفتح للحمام الحمام بيضيع. انا بقول لك اهو، احبس حمامك وافتح له، بس لازما تكون مكشف حمامك. وخش شوف الفيديوهات بتاعتنا في قوائم التشغيل، هسيبها لك طبعا في صندوق الوصف، خش اتفرج على مجموعة الفيديوهات ديت، هتفيدك طبعا، لان فيها حاجات مهمة لكل مربيين الطيور وكل عشاق الحمام وكل متابعين القناة طبعا.
بس ما تبخلش علينا باللايك والشير علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس المحترمين اللي زي حالاتك كده اللي بتتابعنا. حاول بقى عشان ما نطولش على اخواتنا وحبايبنا، يا ريت تكون رسالتنا وصلت لكل مربيين الحمام وكل غواة الحمام. زي ما انتم شايفين كده بنفتح على الحمام، نتمشى على السطح، وحمامك دايما باستمرار بقول لك ما تفتحش عليه عمال على بطال كل يوم، يعني ظبط مواعيد لطيران الحمام بتاعك الصبح او اخر النهار. يعني قاعدين بقالنا اسبوع وفتحنا على الحمام، حمام محبوس بقاله اسبوع، وقلنا نفتح عليه علشان ننش الحمام ونطيره ونسيبه يطير براحته، والحمام برضو اللي هو الكبير يطلع يمشي على السطح يكشف ويدشر وياكل ويحدق وياخد العناصر اللي هو محتاجها. وفي نفس الوقت انت كده تطلع فرد حمام كويس زغلول يكون صحي، يكون عندك الحمام فورمته حلوة وطبيعية بدون أدوية وأي مكملات ولا أي حاجة. حاجاتنا طبيعية وحصرية لكل غواة الحمام، فيديوهاتنا حصرية ومعلوماتنا عن تجربة شخصية في غيتنا ولفتنا وعشتنا القديمة والغية بتاعتنا الجديدة، وكل ما يخص تربية الحمام حاجاتنا كلها عن تجربة. اللي احنا بنتكلم عنه عن تجربة، نش الحمام، طيران الحمام، حبس الحمام، تكشيف الحمام، دشار الحمام، كله عندنا في الفيديو بتاعنا وفي قناتنا المتواضعة على الحمام الزاجل العلم وفنه نمبر 1، كل ما يخص تربية الحمام. ويلا مستني ايه؟ ما تنساش تشير لنا الفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. والنهاردة طبعا يوم نظافة الغية، زي ما احنا متعودين بنخصص يوم لنظافة الغية وتطهير المكان، ونشوف الحمام اللي صحته حلوة والحمام اللي صحته مش كويسة بنعزله والكلام ده كله. تابعونا في كل جديد وحصري بفضل الله، وانتظرونا بالجديد، والجديد شديد طبعا مع اخواتنا ومتابعينا في كل مكان. وبكده نحاول ما نطولش بقى عليكم اكتر من كده علشان ما تزهقوش مننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.